ضمن استعدادات منتخبنا الأولمبي لخوض غمار التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس آسيا في الصين مطلع العام القادم، تغلب أبيضنا الأولمبي على ضيفه منتخب طاجكستان الأولمبي بهدفين لهدف في رابع وآخر مواجهة ودية على استاد القطارة بالعين. منتخبنا الأولمبي قدم أداء مميزا وحاول اختراق شباك المضيف مرات عديدة إلى أن كللت بهدف لشهيد سرور في الدقيقة 44، وينتهي الشوط الأول بتفوق إماراتي. وفي الشوط الثاني واصل الأبيض تفوقه وعزز تقدمه بهدف ثاني حمل توقيع علي عيد في الدقيقة 64. وقبل نهاية المباراة ب20 دقيقة قلص منتخب طاجكستان النتيجة لتنتهي المباراة بفوز منتخبنا بهدفين لهدف. وبهذه النتيجة اختتم منتخبنا الأولمبي برنامج مبارياته الودية وأكد جاهزيته للتصفيات الآسيوية، حيث سيلعب في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات نيبال ولبنان وأوزبكستان. في اجتماعه الأول